وقت بس يعني اللي مش واخد باله من موضوع فلسطين. اليهود ما كانش لهم مكان يقعدوا فيه، كانوا متنطورين في شتى اوروبا وامريكا. حتى اللي جم دلوقتي موجودين في فلسطين الحبيبه جنسياتهم معظمها مش فلسطينيه. يعني حتى الولا شاليط ده اللي اسرينه الاخوه في حماس فرنسي، الجنسيه بتاعته فرنسي. عشان كده ساركوزي الداعر المجرم ده اللي ماشي مع واحده في الحرام ومخلف منها بنت في الحرام وعمال يتكلم عن النقاب ونقاب المراه وده ضد الحريه والمراه. انت مالك انت مال المراه يا داعر؟ انت خليك في المصيبه اللي انت فيها. ده راح يزور السعوديه باللي ماشي معاها دي، ما رضوش يدخلوه. قالوا له مين دي؟ قال دي الجيرل فريند بتاعتي. جيرل فريند؟ امشي يلا امشي انا استقبلك وراكب قرنين. امشي لما تبقى جاي مع مراتك نحترمك وندخلك، انما انت واحد جاي لنا مع واحده ساحب معاها ويقول لك على الحجاب وممنوع واحده تروح المدرسه والنقاب. صدق الله القائل سوره النمل: اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ انهم اناس يتطهرون. ايه؟ يتطهرون. طب ما يتطهرون دي كويس. دول يتطهرون، احنا انجاس. اللي عايز يقعد معانا يقعد نجس. اي واحد طاهر مش يطلع بره. بالظبط ده اللي بيعملوه، والله ده اللي بيعملوه. اخرجوا المسلمون من ارضكم. ليه؟ انهم اناس يتطهرون. واحده طاهره لابسه حجاب ومغطيه نفسها ومغطيه عورتها، مزعلك في ايه؟ طب فين الحريه؟ عشان تعرف، اوعى واحد تاني مره يقول لي حريه ديمقراطيه. دي ديمقراطيه وحريه بالملوخيه، وابقى احط شويه تقليه. والله ورب الكعبه ما في حاجه اسمها لا حريه ولا بتاع ده. حريه فساد، صح، حريه فساد. واحد يمشي مع واحده يخلف منها بالحرام، يفضل يسيب دي ويروح لدي، جيرل فريند. واحد ماشي مع واحد يتجوز واحد، والله يروح الكنيسه والقسيس يعقد لهم في انجلترا وفي امريكا. ما كنت هناك وكنت متنرفز طبعا ومتضايق. ازاي واحد قلت الكلام؟ فاهم؟ واحد اهبل بيقول لي طب وفي ايه يا شيخ وجدي؟ لما يعيشوا مع بعض بالحلال بعقد احسن ما يعيشوا مع بعض بالحرام. قال يعني الاسيس لما يعقد هيبقى حلال. المهم، فكل دي لا تقول لي ديمقراطيه ولا تقول لي حريه ولا كلام من ده. اليهود ما كانش لهم بلد عايشين فيه. سنه 1897 في مؤتمر بال في سويسرا عقد تيودر هيرتزل اول مؤتمر في مدينه بال في سويسرا، وقال سيقام وطن لليهود بعد 50 سنه من الان، وخططوا ليها. 1917 وعد بلفور وزير خارجيه بريطانيا اعطى من لا يملك من لا يستحق. طب وهي بتاعتك يا بتاع بريطانيا انت؟ ما هو راحوا للملك عبد الحميد ما رضاش يديها لهم فلسطين، قال على دي ارض اجدادي.